في نظرك، ما الذي يدفع شخصاً لاقتناء كتاب بمبلغ 30 مليون دولار؟ وهل ترى فائدة من الاحتفاظ برأس ديناصور باهظة الثمن؟ أسعار صادمة لأشياء امتلكها بعض المشاهير، تعرف عليها الآن من خلال هذا الفيديو. ولكن أولاً، لا تنسى الاشتراك في قناة جوك ليصلك كل جديد. اشتهر بيل غيتس بحبه للرسام ليوناردو دافنشي، ولكنه أثبت ذلك بجدارة عام 1994 إذ اقتنى بيل غيتس كتاب الاختراعات الخاص بدافنشي من خلال مزاد علني، وكان ثمنه 30 مليون دولار. ولم تتوقف غرائب المبرمج الأمريكي بيل غيتس عند هذا الحد، فقد بنى منزلا خاصا به على مساحة تقدر بنحو 66 ألف قدم مربع، وسمي زانادو 2.0. في حقيقة الأمر، صنف المنزل ضمن أجمل المنازل التي يتمنى الجميع امتلاكها، إذ يحتوي على 7 غرف و18 حماما ومكتبة عملاقة للقراء. إنه حقا منزل الأحلام. ولكن هل تعلم كم ثمنه؟ بلغت قيمة منزل بيل غيتس نحو 147 مليون دولار. والآن، هل ما زلت تتمنى امتلاك مثيله؟ ننتقل إلى المغني الأيرلندي بونو. كان بونو شخصا مصابا بهوس الأثرياء، فكان يقتني أشياء باهظة الثمن دون جدوى. وفي أحد الأيام قرر بونو حجز تذكرة طيران للسفر، لكن العجيب في الأمر أنه حجز تذكرة أخرى لقبعته. ترى لماذا يحجز شخص تذكرة طيران لقبعته في حين يمكنه ارتداؤها؟ وما لا يمكن تصديقه ما فعله الممثل الأمريكي نيكولاس، إذ اقتنى نيكولاس رأس ديناصور بلغ سعره 276 ألف دولار أمريكي فقط. خاض المصمم البريطاني ألكسندر أموسو واحدة من أكثر التجارب غرابة في العالم، فقد خاط حلة بخيوط من الذهب الخالص عيار 18، وتحتوي الحلة على أزرار من الذهب والألماس، حتى بلغت قيمتها نحو 102 ألف دولار. أما الممثل الأمريكي توم كروز فقد اشتهر بهوسه بالدراجات النارية وكذلك بالسيارات، فهو يمتلك مجموعة رائعة من الدراجات النارية التي تقدر بنحو 103 آلاف دولار 769 دولار. أما عن السيارات فيمتلك سيارة بوجاتي فيرون، أغلى سيارة في العالم، والتي تقدر بنحو $2,200,000 و600,000 فقط. والآن، إذا كنت تملك في حياتك شخصا ينفق أمواله على أشياء تبدو غريبة مثلهم، فأخبرنا عنه عبر التعليقات. وإلى لقاء قريب مع جوك، حيث المعرفة متعة.